ليه بنتفرج على جعفر العمدة؟ من ضمن الترندات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وتحديدا في النص الأول من رمضان كان سؤال الجمهور والمشاهدين بيسألوه نفسهم ومستغربين ليه بنتفرج على جعفر العمدة؟ ليه حابينه كده وليه متابعينه بالاهتمام ده على الرغم من كام حاجة كده كلنا لاحظناها في أول المسلسل؟ الحكاية تبدو مكررة؟ ممكن. الأحداث تبدو متوقعة؟ جايز. الأدوار مشابهة لأدوار سابقة لنفس الفنانين؟ غالبا. يعني حكاية البطل الجامد اللي محدش بيقدر عليه وبيضرب كل الناس وبيغلب كل أعدائه هي الأحداث تبدو متوقعة، وده لأن أغلب المشاهدين كانوا عارفين إنه سيف اللي قام بدوره أحمد داش هو عبد الجواد ابن جعفر العمدة من قبل حتى ما حد من الأبطال يذكر ده أو يتقال في المسلسل بشكل صريح. حدوته الراجل المزواج والغني جدا اللي متجوز 4 ستات مع بعض وبيعدل بينهم جدا وهم ظاهريا راضين وموافقين جدا جدا. طب ايه الفكرة؟ يعني معقول محمد رمضان ومحمد سامي عاملين عمل للجمهور ولا ده تنويم مغناطيسي؟ اصل الجمهور دوره موقفش بس عند المشاهدة، لا، احنا بنشارك حلقة بحلقة في كتابة سيناريوهات كتير للحلقة اللي بعدها وبنحقق ونفكر وندور على انسب روايات للاحداث اللي جاية. امال ايه اللي حصل وليه اندمجنا مع العمل بالشكل ده؟ محمد سامي السنة دي لما اشتغل مع محمد رمضان اختار المضمون، راهن على الطبيعي والعادي وعلى عباية محمد رمضان اللي بينجح دايما بيها والناس اتعودت عليه وحبته بيها، الشكل اللي رمضان عودنا عليه، البطل الجدع الفتوة اللي بيغلب كل أعدائه. يعني مثلا عمرك شفت محمد رمضان بيتضرب؟ ما اعتقدش، وحتى لو اتضرب المهم ان هو اللي بيغلب في الاخر. مش بس كده، كان في عناصر تانية ساعدت على زيادة عنصر التشويق في المسلسل واستمرار مشاهدتنا ليه يوم بعد يوم، زي مثلا ان يوهم الجمهور في نهاية كل حلقة انه خلاص جعفر وصل لنهاية الخيط اللي هيوصله لابنه، ونتفاجئ في نهاية الحلقة اللي بعدها انه لسه شوية. بخلاف شوية الكوميديا في أول كام حلقة الناتجة عن خلافات الضراير مع بعض، على إفيهات الحاجة صفصف على صدمتهم لما دخل عليهم بزينة كزوجة رابعة، ومحدش ينكر إننا بنحب النوع ده من الحكايات من أيام الحاج متولي. بالمناسبة اختيار فريق العمل كان ليه دور كبير في زيادة عدد مشاهدات المسلسل، لأنه في نجوم كنا بنستنى مشاهدهم ونتفرج ونستمتع ونسقف كمان، بالذات هالة صدقي في دور الحاجة صفصف، وأحمد فهيم في دور سيد أخو جعفر العمدة، وكمان مي كساب اللي كانت مفاجأة السنة دي، ومنى فضالي اللي كانت اكتشاف في الكوميديا، وجوري بكر وغيرهم كتير. كل ده كوم والتويستاية اللي حصلت في نص المسلسل بعد خروج شوقي فتح الله من السجن، والمشهد اللي قدر محمد سامي يقلبه 180 درجة وخلى عيلة جعفر العمدة والأول مرة في موقف ضعف قدام عيلة فتح الله والسيدة زينب كلها. اتفقت او اختلفت مع محمد سامي لكنه عارف مفاتيح نجاح اعماله وايه اللي بيعجب الجمهور، وبيعرف يوظف كل حد في دوره الصح، واعتقد ان هي دي عوامل نجاح اي عمل. فمعلش بنعتذر لفئة المحنكين السنة دي والمثقفين اللي تعودوا ما يتفرجوش على محمد رمضان، وبدون اي انحياز او قبض المسلسل نجح جدا في الشارع وقالب السوشيال ميديا، ومفيش اي داعي للخجل لانه كلام اغنية مصباح علاء الدين لمحمد رمضان اتحقق السنة دي لما قال اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك.